أنا حياة، كنت مزوجة وعندي 2 وليدات، ولكن دابا راني مطلقة. طلقني راجلي غير مؤخرا في هاد الظروف ديال كورونا. غتسمعوا قصتي غتعجبوا على السبب اللي طلقني عليه الراجل، ولكن للأسف هذا هو الواقع وهذه هي الظروف. من نهار اللي تزوجت عبد الله وانا معاه على الحلوة والمرة. هو خدام في المحل ديالو، عنده باتيسري صغير في واحد الحي شعبي على قد الحال، وانا خياطة. من شحال هادي، مني كنت صغيرة، من قبل ما نتزوج وانا خياطة. ومني نتزوجت عشت مع عبد الله 8 سنين ما عطاناش الله الوليدات. وكنت كنقول مع راسي الا ربي عطاني الدراري ما نخدمش، نقابلهم ونشبع منهم. واللي تسنى الدراري بزاف غيفهمني. اصلا انا ما تزوجتش صغيره، تزوجت كبيره، وكنت كنقول راه غير تكون الذريه. ديك الساعه نشبع منهم ونجلس نربيهم، والله ما نخلي ولادي لشي واحد يقابلهم لي. ولكن المشكله هو ان عبد الله ولفني خدامه وهزه راسي براسي. منين حبست الخدمه وليت الا بغيت شي حاجه بسيطه ما كيبغيش يعطيني الفلوس. انا ما كانش عندي محل ديالي ديال الخياطه، كنت شاركه واحد المحل انا وبنت خالتي. ومنين قررت نجلس في الدار جابت شركه جديده وخلصوني في راس المال اللي كنت حاطه في المحل وعطاوه لي ومشيت. ديك راس المال اللي رجعوا لي كان غير شي حاجه بسيطه وصافي، ماشي شي حاجه كبيره، كنت قاضيه به. ولكن نهار تسالت ديك البركه صافي ولا مجمل عليا بزاف ومنفخ. واخا ما كندير والو بلا ما نطلب منفخ، اما الا طلبت صافي خلاص. الا جاتو غير شي فاكتوره للدار كيبقى ينقر وما كيسكتش. ولكن انا اللي درتها لراسي، حيت نهار اللي كنت خدامه كنت كنخلص الفاكتورات ونسكت ونتقدى ونسكت ونكسي راسي. وهو ولف متكي عليا في المصروف. واخا انا في الصراحه خدامه خدمتي على قد الحال، هو كان كيجد كتار مني. بالحق ولفني ما كنطلبلوش. الا تسلاو لي فلوس ديال الخياطه وطلبت له كان كيقول لي الا لا جلسي في الدار ونصرف عليك، ولا بغيتي تخدمي خاصك تعاونيني في المصروف، ولا غايبه على الدار ومضيعاني في حقوقي ونزيد نصرف عليك من الفوق. الا ديك الخدمه ما غاديش تخلص لك مصروف الدار جلسي حسن ونصرف عليك. ايوا ها انا دابا جلست، فين هاد المصروف اللي قال جلسي ونصرف عليك؟ قال لك وصل كذاب حتى لباب الدار، وزيدونش من حقوق كيهضر عليهم. مضيعاني في حقوقي، ما كان نقصو حتى شي حاجه، بالعكس واكل شرب من فلوسي. منين تزوجت به وانا كنجري عند الطبا حيت ما كنتش كنولد، وما عمرو عطاني السنتيم الحمر باش نخلص الاطباء. بالعكس كان كيزيد يتجمل عليا، بحال الا زعما انا ما كنولدش خصني نخلص الدواء ونخلص التحاليل ونخلص الاطباء ونصب يا ربي عاد غير يعجبو الحال. كان كيحسسني بحال اللي يدفو فيا، واخا انا راه ما كان فيا حتى شي مشكل، داكشي ديال الله وصافي. الحمد لله دابا من بعد 8 سنين سهل الله، جا الولد الاول، ومن بعد ما ولدت ب6 شهور عطاني ربي الوليد الثاني، وفرحت بزاف. وحتى هو فرح صراحه، عجبو الحال بالوليدات. ولكن واخا عجبو الحال بالولاد، في نفس الوقت المسؤوليه ديال الفلوس ما موالفهاش. ما ولفش يتقدى، ديما كينقر معانا جالسه وما عندي حتى ريال. كيبقى يقول لي
كنخلص ليكوش بالدوبل، بحال الا عندي التوام جبتيهم لي هذا على هذا، ما كيكفيهم لا حليب لا ليكوش. كنقول له حمد الله، شحال وحنا كنجريو عليهم، راه الناس ما لقاوهمش. ايوا عبد الله بدا كيصرف على الدراري ويتقدى ويخلص في الفاكتورات، وحس باللي كنت هاز عليه المصروف، وحس بلا كنت معاوناه بزاف، وعاد عرف بقيمة خدمتي. ومع دارنا ساكنين في نفس الحومة، ولا كيقول لي غير بغيتي وصافي تضيعي خدمتك، امك غير حداك، لو كان قلتي لها تشدهم ليك وخدمتي بحالك بحال العيالات شنو غادي يطرالك؟ خدمي في المحل ودوزي جيبي ولادك واجي. وانا عارفه كيقول هاد الشي غير على ود الفلوس، كنسكت عليه وصافي. وزيدون هو راه ما مخصوصش، وفلوسي عمر اعترف بهم اصلا باش نرجع نخدم، ما كنتش كنتنفع بيهم، كانوا كيمشيو لي غير عليه في ماكلته وفي الدار، وفي التالي ما كنسمع حتى كلمه زوينه. هو كان فلوسو ديال المحل ديالو كيجمعهم، ما عارفه عليهم حتى شي حاجه، وانا كنبقى بحال الهبيله، ها الكسوه ها الماكله ها الطبيب، بواطه ديال دوليبران الا قلت له جيبها والله ما يدخلها في يدو. ودابا كيقول لك رجعي تخدمي وخلي الدراري عند امك. لا لا لا، انا فلوسي ما بينينش، اللهم نجلس نشبع ولادي اللي كنت مشتاقه ليهم. ايوا قال لك لاله زينه وزاد هازين الحمام، وجا هاد الوباء وقلالت الخدمه عنده في المحل. ايوا بدا بالنقير الليل والنهار ما كيسكتش، وراني وجه اخر ديالو. انا من الاول صبرالو على طبعو اللي في شي شكل، وديما مجمل وديما ما كيعرفش يهضر، ولكن دابا كمل، انا ما خداماش ناقصينو فلوسي، وفوق هادشي قللت له الخدمه مع هاد كورونا. ايوا صافي، الراجل ما تسمعي منه حتى شي كلمه ديال الخير، نهار كله فمو عامر غير بكلام العيب. الله يفاجيها وصافي، تجمعوا النقير والتسقرين. ايوا بقيت هكاك وصافي، حتى لواحد النهار عيط لي خويا قال لي ما تجيش لعندنا للدار، راه فيا وفمي كورونا. قلت له كيفاش عرفتوها؟ قال لي راه هادي 3 ايام وحنا مرضين، بداونا الاعراض ومشينا للطبيب وداروا لنا التحاليل، منين شافونا زعما ما فينا حتى شي حاجه اللي كتخلع، قالوا لينا غير سيروا للدار، ما عندناش بلاصه فين نشدوكم، هنا كنشدو غير الحالات اللي صعيبه. ورجعنا للدار. انا ما بغيتش نقولها لك، ولكن امي قالت لي عيط لختك باش ما تجيش عندنا، خفنا تجي تعادي انتي ولا الدراري. ايوا غير قال لي هكا كان قلبي خرج من بلاصتو بالخلعه، تخلعت على امي مسكينه، حيت عارفه فيها السكر والطونسيون والصحه على قد الحال. سولتو عليها قال لي لا بس ما تخلعيش، ولكن ما نكذبش عليكم، انا خليت ولادي عند الجاره وما حسيت براسي حتى لقيت راسي تما، دقيت ما بغاوش يحلولي، وبديت كنطل غير من الشقيقه ديال الباب. خويا حل غير شويه وراني امي زعما باش نطمئن ونمشي في حالي. ساعه انا بنت لي ماشي حتى لتما، وقالت لي فيها السخانه زاد تخلعتني، وقال لي خويا بالله راه كيحس براسو فاشل، وتخلعت عليهم بزاف مع داكشي اللي كنشوفو في التلفازه كيخلع. ايوا دارت بيا الدنيا، ندعي ونبكي يا ربي تنجي لي ميمتي، بقيت ندعي ونبكي ما عرفت شنو ندير. وصلت للدار جبت كاع داك العشوب اللي في الدار، وبديت نطيب وندير في الترموسات ونخوي عليهم الماء السخون ونصوب ونوجد، حيت عارفاهم بجوجهم دقدقين ما قادينش يوقفوا فاشلين فيهم السخانه. قلت بعدا نوجد لهم هادشي باش شويه يتدفاو ويبداو يبراو شويه. ايوا مشيت الفيديوهات ديال هادشي د كورونا، غير اللي قال شي وصفه كنديرها وندير في الترموس وندير في القراعي، ووجدت لهم شويه ديال الماكله، وهو يدخل عبد الله وانا عاودت له على نيتي، نقز وجا في الصالون قال لي يا المصيبه مشيتي بغيتي تجيبي لي كورونا وتقتليني. وبدا كيحلف والله خرجتي من الدار ولا مشيتي عند امك يا حتى نتفاهم معاك.
المهم ما نعاود لكمش، دار لي فضيحه. انا ما ديتهاش فيه، خليته كيهضر وكملت شغالي، وانا خارجه تعرض لي كيحلف ويعاود. واخا هكاك ما ديتهاش فيه، درت كمامتي ومشيت. قلت انا هذا غير كيهضر والنقير ديالو موالفه به. والله الا مشيت وحطيت لامي داك الشي غير في الباب، وصونيت عليهم في التليفون، علمتهم بلا داك الشي في الباب ورجعت بحالي. راه حتى انا عندي وليداتي وخايفه عليهم، ولكن في نفس الوقت الواحد الا مرضلو شي واحد من عائلته واش غادي يخليه يموت؟ واش الانسان هكا حتى لهاد الدرجه يبقى يفكر غير في راسو؟ حتى الماكله ما يطيبهاش ويديها، كما كان الحال بزاف. ومنين رجعت للدار طبعا هو ما سكتش، وتما بدا الوسواس. ما كيجلسش معايا، ما كيبوسش ولادو، خايف منهم، ما كياكل ماكلتي، فيه واحد الوسواس بوحدو. وانا كاع ما مسوقالوش، كنت كنفكر غير في امي مسكينه. تزادت الحاله ديالها تدهورات، ولا حنين لا رحيم. خويا مريض وهي مريضه، المعارف ما نكذبش عليكم غير عرفوا كورونا في الدار خافوا كلهم. زعما تقول غيطيبوا ويجيو يحطوا لهم شي حاجه ولا يفكروهم واخا غير بشوربه سخونه فيها العشوب، والو ما كاينش اللي عقل عليهم. حتى التليفون ما كيهزوهش على خويا، عيط لصاحبو يجيب له غير الدواء، والو، خاف ولا ما نعرف. المهم امي منين تزاد عليها الحال مشات للطبيب وردوها، قالوا لها راه ما عندهمش البلاصه، وبالله هي ما حدها كتنفس ماشي مشكل. هي كانت كتسخف، ما كانش عندها مشكل في التنفس فعلا. وبقيت انا مشطونه على امي، نبات ندعي وكنوجد، ما خليت حريره والشوربه ديال الحوت والعشوب، وكنصوب وندي لها. وعبد الله ما بقاش كينقر، ولا كيتلاقاني للباب، كيدير الكمامه ويحبس ويقول لي سيري فين كنتي. وكنبقى في الدروج ونرغب فيه وندابزو حتى كيسمعونا الجيران، عاد كندخل. ايوا النهار الخامس في مرض امي بكورونا مشيت تقديت لها شويه مع خويا، قال لي الثلاجه خاويه، قال لي باغي غير نخرج نتقدى، خايف نمشي نعادي الناس ولا شي حاجه. ايوا قلت له كون هاني انا غنتكلف. مشيت خديت من عندهم الفلوس وتقديت لامي وشريت ليهم الدواء اللي خاص والعسل الحره والعشوب اللي كان خاصهم، وطيبت ليهم ديك الشي نيت معايا وانا غاديه ومشيت. منين رجعت غنتفاجئ، كانت هذيك هي الصدمه. باب الدار مسدود، ما كاين حتى واحد في الدار. عييت نصوني ونبدل الساقطه والساروت. عيطت له في التليفون جاوبني، قال لي ياك قلت لك ما ترجعيش، وإلا مشيتي عند امك بلا ما ترجعي وانتي مبغيتيش تنعلي الشيطان. وهو يقول لي سيري رجعي منين جيتي. المراه اللي تخرج من الدار بلا الموافقه ديال راجلها وما تسمعش كلمته وتخرج بالسيف عليه ماشي مراه. وزيدون انا ما بقيت مأمنك لا على راسي ولا على ولادي. لو كان كنتي كتفكري فينا كاع ما تمشيش تجيبي لنا الوباء، ولكن انتي فكرتي غير في امك، ما فكرتيش فيا انا وولادك. ايوا رجعي دابا عندها. ويلي قلت هذا واش بنيتو. عييت واقفه حدا الباب كنقول يمكن غير مسكت الدراري وكيتفلى عليا. ايوا خفت نتشوه مع الجيران ومشيت لدارنا. كان صوني طافي عليا التليفون، خلاني فحال الهبيله، ماني عارفه ولادي فين هما، ماني عارفه كيفاش ندير معاه. طفى التليفون وتهنى. قلت عندك يكون مشى لدارهم، فين عنده يمشي الا ما كانش بصح في الدار. وعيطت لوستي كنسولها وهي تقول لي والو، ما شفناهم ما ريناهم. وانا كنسمع اللعب ديال ولادي والغوات ديال ولادي والضحك ديالهم ما كيخفاش عليا. ايوا تما عرفتو راه مشى عند عائلته، واخا راهم في مدينه اخرى. قلت هذا حتى لهاد الدرجه هربان من كورونا. وانا الوحش ديال ولادي كيغلي فيا، ولكن الصراحه ما بغيتش نكبر بزاف الموضوع. قلت نعل الشيطان، الا كبرت الموضوع غنتشوه مع امي. الصراحه ما لقيت ما نقول لها منين سولتني علاش جايه. قلت لها راه دا الدراري ومشى لعند عائلته
باش انا نجلس نقابلك. وهو ما ديتهاش فيه بزاف، قلت هو ديما مولفه كينقر، هذه هي طبيعته وراه غير كيهضر في حال ديما. ايوا صافي، بقيت مع امي كنتسنى حتى يشعل التليفون، وكنعيط مره غير لوستي نسولها على ولادي. خويا شافني هكاك مشوشه كيقول لي يلا نديك تشوفي ولادك. قلت له في خاطري باش يدير لي تما شي فضيحه قدامك. ايوا بقيت هكاك واحد اليومين هو يقول لي خويا يلا نمشي، واخا تشوفيهم غير من برا الا خفتي تعاديهم، دابا تقدري حتى انتي يكون فيك كورونا. ايوا مشيت انا، وصلت للباب بقينا نصوني والو ما كاينش اللي حلينا. عيطت لوستي عيط نصوني ما كتجاوبنيش في التليفون، حتى واحد ما بغى يجاوب في التليفون، وحتى واحد ما حل علينا الدار. ايوا شويه منين كلشي بدا كيشوف فينا كنصوني وواقفين في الباب من الجيران، وهي تجاوبني قالت لي سمحي لي يا حياة، واش نتوما في الحجر الصحي ومراضين ومنعينكم من الخروج وتجي باش تلصقي فينا كورونا؟ وفكري بعد على الاقل غير في ولادك صغار، ولا بغيتي تقتلي كل شيء. ايوا ورجعت للدار وبقيت كنعيط لها غير باش نشوفهم فيديو وصافي. قلت مع راسي الا جيتي تشوف بصح من حقهم يخافوا على راسهم، واخا انا كنت باغا نشوف غير ولادي. هي كتجاوبني وكتوريهم لي بالفيديو، اما راجلي ما كيجاوبش. وبقيت صابره وساكته، قلت حتى تبرا امي ويحن الله. امي برات وخويا برا الحمد لله، ودازت ليام، دازت اكثر من 15 يوم بعد ما برا، وانا كنعيط لراجلي مازال ما كيجاوبش. بقيت كنقول هادشي انا كان كيسحاب لي سحابه وغدوز، ومي منين تبرا غيتسالى كلشي. ولكن المفاجاه اللي ما توقعتهاش هو ان لوستي عيطت لي قالت لي احنا جايين. قلت انا صافي راه جاي يردني، ويمكن هي جايه تطمئن على امي حيت برات. ساعه منين جات غادي تصدمني، حطات لي الدراري في الباب، مازال خايفه من كورونا وخبرت امي ب15 يوم من بعد ديك الشي. وقالت لي حنا حياة ما بغينا لكمش هاد الشي، ولكن الله يدير لكم شي تاويل الخير. سولتها شنو هو هاد الشي وفين هو عبد الله علاش ما جاش؟ واش انا غنبقى هكا عند امي وهو ما يرجعش لدارو؟ قالت لي راه رفع عليك الدعوه ديال الطلاق، دابا يوصلك كل شيء. ها الوليدات حنا واخا هكاك ولاد الناس، كيف ما كان الحال عارفين الحضانه للام، وحرام نفرقوك على وليداتك. ومشات وخلاتني مصدومه، الدموع كيهبطوا لي غير بوحدهم، حسيت بالظلم والحقره والشمته كل شيء في مره. ما عرفتش منين تسلط عليا هاد الشيء وفين كان مخبي. دابا راني مطلقه وحالتي ما يعلم بها غير الله، وليت كنشرب الدواء باش ننعس. واش هاد الراجل كان كيتسنى لي غير السبه باش يطلقني؟ وكنشوف راسي خرجت طويله من هاد العلاقه ومن ديك الدار انا اللي اتتها بفلوسي، من الكوزينه للصالون، والدراري اللي شحال هو كيتسناهم ما بقاو فيه ما راعه. خرجت طويله، اللي عاودت له هادشي كيقول لي زاد فيه، ولكن راسو قاسح قصح من الحجر ومعكس ودار من الحبه قبه. الحق انا شنو غادي ندير؟ شاف معاه خويا حتى عيا، والو ما كيدير بوجه خويا، ما كيدير بوجه حتى شي واحد. انا خويا حشم في بلاصتو وقال لي شوفي انا كندير غير بوجه هاد الوليدات، شحال وانتوما محرومين منهم ما بغيتهمش يترباو هكا ما بيناتكم بجوج. اما والله ما نعيط له كيتنفخ عليا شنو حاسب في راسو. المهم انا تنازلت وبقيت كنعيط له وكنصيفط شكون يرغبو، ولكن مع الوقت بديت كنحس براسي طيحت براسي بزاف، حيت واخا الناس كيقولوا لي غير صبري على وجه ديك الوليدات وراه غير سحابه ودوز وراه غير حاله الغضب والشيطان كيحضر، انا عارفه راجلي كيفاش داير. انا ما كنعاودش للناس شنو دوزت معاه، وانا صبرت على بزاف د الحوايج، شي حوايج ما عارفهم حتى شي واحد. شحال حصلتو كيهضر مع البنات في المحل اللي كانوا كيجيو يخدموا معاه،
شحال حصلتو معاهم في القهاوي، وزيد وزيد وزيد، وطبعوا الخايب والتسقريم والنقير، ونسيت عليهم دابا حتى هادي، وعاد نزيد نطيح براسي. ولو كان كنكتب الله مرضت انا كاع بهاد كورونا، ولا جاني شي مرض اخر، كيفاش غيدير لي؟ واش هاد الراجل اللي بحال هكا تامني له؟ ايوا عقلي كيدي ويجيب، والله ما عرفت شنو ندير، وكنتمنى شي واحد ينصحني. انا خويا كيقول لي ما تقلتيش علينا، ولكن واخا هكاك انا ما باغيش ديك الدراري يتحرموا من باهم، وانا راه مازال ما فقدتش الامل، مازال ان شاء الله يهديه الله. بنت خالتي كتقول لي راه هو منين جاب لك الدراري ماشي ما بغاش يفرقك عليهم، راهم جابوهم لك حيت ما قدوش بالمصروف، وما فيه ما يشري لك وشو الحليبين ودير رجعي للمحل وخيطي وخدمي على ولادك، هذا راه مفقود فيه الامل. ولكن انا الصراحه كنشوف فراسي كيبقى فيا راسي، وكنشوف ولادي كيبقاو فيا، وهذه هي قصتي، كنتمنى تنصحوني. لمشاركة قصصكم وتجاربكم على قناة عبرة ما عليكم إلا ترسلوها على الانستغرام أو عبر الواتساب على رقم قناة عبرة، ولكم مني تحية حب وتقدير. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.